قالوا ناس زمان الجديد حبه والقديم ما تفرط فيه. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا وصفه متوارثه من الام، يعني انا ورثتها من يما ويما ورثتها من عمتها، وكاين بزاف اللي يعرفوها، واليوم نديرها في القناه تاعي كتاب. ويا دراوش من الكتاب يوالم هذه الوصفه. كاين اللي يقول لك هذه وش بيها، الناس تجيب الجديد وهي راهي تعاود لنا. وانا نقول لكم من نهار اللي قريت وسمعت هذا الكتاب بدلت كامل التفكير تاعي. وانتوما يا درا عرفتوا واش من الكتاب هذايا؟ ومالغري البساطه تاع الوصفه، بصح ناس زمان ماكلتهم بلا لحم بلا دجاج وتجي بنينه كي الحسل. المهم هنايا عندي كميه تاع بطاطا، درت الملح وفلفل الكحل. نورمالمون هي الفلفل الكحل ما فيهاش، ناس زمان يطيبوه بالزيت ومكونات جد بسيطه بصح تجيهم ماكله بنينه. ودرت لها كميه مليحه تاع زيت. هذه الوصفات تعرف فيهم بطاطا يجوا يحبوا شويه زيت. ودرت كميه تاع ثوم، كميه راني هنا ندير في العكري ونحطها تتقلى. والطرشي والطوماطيش راح نشويهم ونقيهم بعد نديرهم مع التاني. وهنا في الكتاب تاعنا اللي هو فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون، يحب يقول لنا بلي الناس اليوم ولات تحوس تكون دايما فرحانة، دايما ناجحة، محبوبة، مشهورة، وكأنه لازم نعيشوا حياة مثالية بلا مشاكل. وهي في الحقيقة الحياة صعيبة، فيها معاناة، ماشي كل شيء يجي كما نحبه. مارك يقول باللي السر مشي نهربوا من المعاناة والواقع، وشنو في الاختيار النوع تاع المعاناة اللي تستاهل نتابع عليها. كيما تتعب باش تبني مشروع تحبه، هذه معاناة تستاهل، معاناة حلوة كيما نقولوا. وكيما ولا تقلق على رأي الناس فيك، هذه معاناة تافهة ما تستحقش التركيز تاعك فيها. هو يحوسنا باش نحبسو من نضيعوا الطاقة تاعنا على حوايج ما تستاهلش، كيما المقارنة في السوشيال ميديا. كيما واحدة تقول لك علاش انا يا حياتي مشي كيما هذيك، انا علاش ما عنديش دراهم كيما هذاك، انا علاش ما عنديش هذيك الحياة. هذا وش حب يوصل لنا مارك مانسون في هذا الكتاب الرائع. ونورمالمون عرفتوا علاش خيرت هذه الوصفة تكون مع ملخص هذا الكتاب اللي أكثر من رائع، واللي بدل بزاف حياة الناس، وانا واحدة منهم. يعني بدل لي حياتي من بعد ما قريته وسمعت. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا كما أنا استفدت. وكما يما ورثت هذه الوصفة من عمتها، مش غير في المكونات اللي وصلتها، وإنما وصلتها معها حتى في البساطة والصبر والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. نفس الشيء مارك مانسون علمنا في كتابه نعيشوا حياتنا بالمعنى اللي حنا نخيروها، نهتموا بالحوايج اللي صح تستاهل، ونخلو الباقي يروح كيما جا. هذه هي. وهنا كملنا الوصفة تاعنا وكملنا حكمة اليوم تاعنا، قصدي ملخص الكتاب. وهذه كانت الوصفة تاع اليوم، خفيفة ظريفة من زمن البرونزي كما قال لي بابا. لا الجيل تاعنا هو الذهبي. وكما الطياب يحتاج نكهة صحيحة، حياتنا ثاني تحتاج اللامبالاة ذكية. وهنا نقول لكم كملنا حلقة اليوم، يعني سميتها حلقة مزيج بين الطبخ وملخص كتاب. إذا استفدتم من حلقة اليوم اشترك في القناة وجم منك ينفعني وما يضركش. إلى حلقة جديدة ووصفة جديدة وملخص كتاب جديد. السلام عليكم.